الهلال زي ما نادي قوي ونادي صاحب بطولات، واعتقد انه الكاس هذا مطلب للجميع ومن حق اي نادي يحاول انه يحصل عليه. بالعكس يعني اعتقد انه ان شاء الله يكون لقاء اشقاء، وان شاء الله يكون يعني على مستوى فني عالي، هذا اهم نقطه. واعتقد انه في النهايه احنا بالنسبه نهني الفائز وهي ذهاب واياب، فيعني اعتقد انه اللقاء حيكون ليس بالسهل لا على الاتحاد ولا على الهلال. يعني هذا الكلاسيكو يعني جميع مباريات يعني بين الهلال والاتحاد تكون يعني قويه، يعني بين الجماهير ولا بين اللاعبين. نتمنى ان يكون هذا اللقاء ان شاء الله يكون من الصالح ديالنا ان شاء الله. تظل الكلاسيكو مهما يكون، يعني بغض النظر عن مركز الهلال ومركز الاتحاد وين كان موقعهم في الدوري، بس اتوقع انها تظل مباريات الاتحاد والهلال لها طابع خاص يعني. احنا عندنا اخطاء بدون شك، واخطاء كانت واضحه ونحاول نصحح الاخطاء هذه، ولا نقول احنا والله اللي بيعمل لازم يخطي، ما نقول والله احنا يعني مثلا ما عندنا اخطاء، معنا في اخطاء في اشياء لكن نستفيد منها ان شاء الله وتصلح الاوضاع باذن الله. وعندنا تخطيط للمستقبل بالنسبه للموسم القادم يختلف عن الموسم السابق باذن الله. مباريات جماهيرية ومباريات للمتعة صراحة، يعني نستمتع فيها احنا كلاعيبة وكجمهور كإعلام، وإن شاء الله تكون مباراة ممتعة من الفريقين بإذن الله. طبعا مباراة كبيرة، مباراة كلاسيكو الاتحاد هلال قمة الكرة السعودية طبعا في السنوات العشر الماضية. مباراة ما حتكون سهلة لا علينا ولا على الهلال. نأمل من الله سبحانه وتعالى أنه نكون في يومنا إن شاء الله يوم الأحد ونقدم كرة ممتعة سواء لجمهورنا أو بصفة عامة، يعني نعرف العالم حجم قوة الكرة السعودية وحجم الديربي يعني والكلاسيكو قصدي.